احنا فين؟ ايه اللي جابنا هنا؟ ايه رايك في المفاجاه؟ دي احلى حاجه اني فتحت عيني على النور ده. انا بقالي كتير ما قلتلكش اني بحبك، صح؟ بقالك كتير ما قلتيهاش، حلوه جدا. طب مش عايز ترسمني؟ ممكن تبقى اخر صوره ليا. بذمتك في حد يضيع الوقت الحلو والمنظر الجميل ده في رسم؟ صح. هاتي ايدك. حلاوتك. سبحان الله، زي ما يكون الواحد مش هيحس بقيمة الحاجة إلا لما يحس إنه هيتحرم منها. أنا مش أول مرة أجي مكان زي كده، بس حاساها أحلى مرة. وأنت مش أول مرة تعمل لي مفاجأة، بس حاساها أغلى من أي مرة قبل كده. انا لو اطول اديكي فوق عمرك 1000 مره مش هترد. عارفة يا حبيبي، بس في حاجات لازم تنتهي زي العمر، وفي حاجات مش هتنتهي، يعني زي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. هفتكرها لما أروح هناك. احنا محتاجين نتكلم شويه. مريم، انت لازم تقلعي النضاره السوداء اللي انت شايفه منها الدنيا دي. مش أنا لابساها بإيديا. لا طبعا بايديكي. مريم، احنا كل ما بنقول جملتين لازم جواهم يخش 100 جمله من بتوع اليأس دول. وبعدين بصراحه الدكتور قال لي ان حالتك النفسيه دي مش هتساعد في العلاج خالص. أنا بحاول. لا طبعا مش بتحاولي. اكبر دليل انك مش بتحاولي الطلب ياده اللي ما بتبطليش تطلبيه مني. يا ستي اعملي كده عشان عايز لما اشوفك احس انك مبسوطه في امل. عايز اشوف الفرحه بتتنطط في عينيكي كده. يا مريم الكلام ده بيوصل لي. أنا تعبتك معايا قوي. بطلي هبل. انت فاهمه كويس انا اقصد ايه. بمناسبه بقى، مش عايز ترسمني. انت عارفه ان لحد دلوقتي ما اعرفش لما السكتش بتاعي جالك انت حسيتي بايه. انت ما تعرفيش مين اللي رسمك، كنتيش تعرفيني. هتقعد تفكرني بقى بزمان عشان اتمسك بالدنيا، صح؟ لا يا فقريه، بفتكر انا زمان عشان افضل رافض اللي انت بتطلبيه مني. مفيش فايدة يا سيد. اخلصي. حسيتي بايه؟ اتبسطت في الأول. طبعا في الاول دي اللي هو اول 30 ثانيه يعني. انت كنت حاضر معانا، صح؟ معانا. انا دول عفاريتك. ها، وبعدين بعد ما ال 30 ثانيه خلصوا؟ كنت عايزة أشوف مين اللي عمل كده عشان أديله بأي حاجة في وشه. برافو. هي دي مريومه اللي انا عارفها. كنتش عايزة حد يقرب مني، كنت خايفة. كنتش عايزة حد يعدي السور اللي أنا كنت بانياه لنفسي. أنت بقى فضلت تتسرسل كده لحد ما عديته. لا والله، انا كمان كنت متلخبط. كنت بعدي باصعب وقت في حياتي. بس لما قعدت افكر قلت اكيد ربنا جمعنا عشان سبب. مفيش حاجه في الدنيا ما بتحصلش غير عشان سبب. حبيتني من أول نظرة. المشكله ان كل ده وصل لي من غير ما افكر اني احبك اصلا.